في احد البيوت فيه طفل اسمه شارلي بيحاول انه يعمل شوية العاب سحرية، ومعاه جده اللي متضايق من فشل شارلي في كل الحركات السحرية، وعمر ما شارلي ما هيكون ساحر زي جده العظيم. والجد قال له ان شارلي مش هينفع في اي حاجة غير انه يكون مهرج فاشل. وبيحاول شارلي انه يتخلص من كلام جده عن طريق انه ينفخ البلالين. والجد كان بيتمنى ان شارلي يموت مع عيلته زمان، وشارلي نايم حلم باللي حصل لعيلته زمان، وكان معاهم في العربية وعايز يحكي لهم عن نكت، ولكن الاب مش مهتم ومشغول بالطريق. والام طلبت من الاب انه يهتم بابنه عشان يكون ساحر عظيم زي جده. ولما حاولوا انهم يركزوا في كلام شارلي عملوا حادثة وكلهم ماتوا ما عدا شارلي. وشارلي ملهوش غير جده اللي دايما شايفه انه مهرج فاشل. والصبح شارلي لوحده في الشارع ومستني الهالوين بالليل، ولا صديقته سوزي وصلت وهي الوحيدة اللي مؤمنة بيه على عكس الكل، وهما الاتنين بيحبوا بعض وهيقضوا الهالوين مع بعض. وظهر مايكي وهو دايما بيأذي شارلي وشايفه انه مهرج ضعيف وفاشل. وسوزي طمنت شارلي ومش هيهتموا بكلام مايكي. ووصلت ام سوزي مع سوزي لبيت الجد عشان تسيب بنتها معاه، والام هتكون مشغولة بشغلها وهتسيب سوزي انها تحتفل بالهالوين مع شارلي. ومستغرب الجد ان شارلي ليه اصدقاء وهيسيبه لوحده مع سوزي. وشارلي بيحاول انه يوري سوزي خدعه السحرية العادية وبينفخ في البلالين، وحاسس انه في حد معاهم هنا. وبسبب كلام الجد عن المهرجين فشارلي بيتهيأ له انه بيشوفهم. ولما شاف المهرج بالغلط اصاب سوزي في وجهها واتضايقت وهتمشي. وشارلي مجنون لانه مفيش مهرجين هنا، وهي نازله على السلم وشارلي وراها وقعت واغمى عليها. وافتكر شارلي انه قتلها فخاف وجري وساب البيت. وشافه مايكي اللي حاول انه يأذيه، وزهق شارلي واتجنن بسبب اللي حصل له. ومايكي عمال بيأذيه بالكلام وشارلي عمال بيضحك. ولقى شارلي صخره صغيره وخدها وهجم على مايكي واغمى عليه. وجري شارلي للغابه وهيختبئ فيها بسبب خوفه بسبب قتله لصديقته سوزي. وعلى مدار ال20 سنة الشرطة بتدور على شارلي ومش لاقيين ليه اي اثار. وشارلي لقى مخبأ تحت الارض في الغابة ومختبئ فيه، وكل ده وهو فاكر انه قتل سوزي. ولكن سوزي مثلت انها ميتة عشان تخوف شارلي، وما اعتقدتش انه هيخاف وهيهرب. وسابت سوزي القرية ومشيت، وعمرها ما نسيت صديقها شارلي المختفي. وبعد ال20 سنة سوزي اتجوزت مايكي اللي كان بيأذي شارلي زمان. وبعد 20 سنة غياب عن القرية هما رجعوا للغابة اللي فيها. ومايكي عامل مفاجأة لسوزي عشان يساعدها على كتابة كتابها الجديد. ومايكي بعد ما كبر هو خلاص بقى شخص كويس وحزين على اللي كان بيعمله في شارلي زمان. ووصلوا للبيت الصغير وشكله مختلف تماما عن اللي شافوه على الانترنت، وما اهتموش اهم حاجة انهم يرتاحوا هنا. والغابة هادية وجميلة وهتساعد سوزي على الاسترخاء لكتابة كتابها الجديد. وهي مهتمة بالقصص المرعبة ونفسها انها تعيش قصة حقيقية. وعارف مايكي ان الغابة هنا فاضية ومفيش اي حد هيزعجهم، واكبر مخاوفهم هي انهم ممكن يلاقوا دب هنا، وهيقضوا اجازة نهاية الاسبوع هنا، وبيتمنوا انهم يستمتعوا بجمال الطبيعة. وشايف مايكي مهرج غريب ونادى على سوزي عشان تشوفه، ولكن سوزي مش شايفة حاجة. واكيد مايكي بيهلوس بسبب سواقته للعربية طول الطريق للوصول للغابة هنا. وطمنته انهم لازم يناموا عشان يرتاحوا وهم هنا في امان. ولكن الحقيقة هي انهم في غابة السفاح المهرج شارلي. وسمع كلام جده وتحول لمهرج، ولكنه مش فاشل، هو دلوقتي سفاح. وما قدروش انهم يناموا وراحوا يتمشوا، ولو كتاب قديم غريب بيتكلم عن المهرجين. واستغربت سوزي لان الكتاب بيتكلم عن مهرج لطيف اسمه شارلي. ولو 2 اصدقاء في الغابة وهم بلاك وجاك، ورحبوا بيهم ولازم يتقابلوا تاني ويتكلموا. وسألهم مايكي لو كانوا شافوا اي مهرجين هنا، ولكنهم قالوا انهم ما شافوش حد، واكيد فيه اطفال بيعملوا فيهم مقالب من القرية. ومايكي مش مرتاح وحاسس انه في حد هنا مراقبهم دايما. وبالليل مش عارفة سوزي انها تنام وحاسة بالمهرج اللي اسمه على الكتاب الغريب. وصحت من الكابوس وشافت المهرج الغريب، وبتتمنى سوزي انها بتهلوس بسبب المشروبات. والصبح ما لقيتش مايكي جنبها لانه بيشارك متابعين، والمكان هنا ما فيهوش شبكة تليفون قوية. ومايكي بيسجل فيديوهات للمتابعين عشان يمارسوا الرياضة ويغيروا من نفسهم للافضل. ومايكي نسي الماضي الفاسد الخاص بيه، ودلوقتي هو انسان صالح بيحب سوزي. وسوزي فخورة بيه، ولما قرأت في كتاب المهرج استغربت لانها لقيته انه قايل انه كان ساحر قبل ما يكون مهرج سفاح. ومش
قادرة سوزي انها تنسى الماضي وحزينة على اختفاء شارلي ونفسها انها تلاقيه. وقابلوا بلاك وجاك وقالوا ان اصدقائهم أليس وتوم هيوصلوا لهم قريب. ورغم الغابة الهادية ولكنهم سمعوا عن اسطورة المهرج اللي بيقتل اي حد يدخل للغابة، وما اهتموش بالاسطورة وهما ما شافوش اي مهرجين هنا. ووصل توم وأليس وبيضحكوا وبيهزروا، وقالت أليس انها حست انها شافت حد غريب بيختبئ بين الشجر في الغابة. وحكت سوزي للكتاب انها هنا عشان كتابة قصتها المرعبة، وهي ومايكي كانوا عايشين هنا في القرية من 20 سنة. وتوم هيسيب الشباب لانه محتاج انه يدور على حمام. ولما راح للغابة المهرج استغل انه لوحده. وهجم عليه وقتله، والمهرج شارلي مستمتع وهيستخدم جثة توم. والشباب سمعوا صوت صراخ توم وراحوا يدوروا عليه. ومعروف عن توم انه بيحب انه يعمل مقالب فيهم ولكنهم مش لاقيينه، ولقوا اثار للدم وأليس قلت عليه. وهتروح مع سوزي عشان يدوروا على شبكة تليفون ويتصلوا بتوم، والولاد هيروحوا يدوروا عليه وقلقانين بسبب الدم. وهم بيدوروا وبينادوا على توم ومش لاقيين رد. وأليس وسوزان لما رجعوا للبيت الصغير لقوا شبكة تليفون، ولما حاولوا انهم يكلموا توم او الشرطة هما سامعين صوت ضحكات المهرج. واكتشفت سوزي ان المهرج شارلي الاسطورة هو معاهم هنا في الغابة. والشباب شافوا المهرج وجريوا منه، وهيرجعوا للبنات عشان يوصلوا لعربيتهم ويهربوا من هنا. ووصلوا للبنات وكلهم شافوا المهرج شارلي وحاسين انه قتل توم. وسمعت أليس صوت توم، ولما راحت تتأكد لقيت جثته. وحاولوا يروحوا للعربية عشان يهربوا ولكنهم لقوا ان كل العربيات معطلة بسبب المهرج. ولقوه قدامهم وجريوا ورجعوا للبيت. ولازم يحاولوا يوصلوا للطريق ويلاقوا عربية ويطلبوا المساعدة. وعددهم اكبر من المهرج، واكيد هما كلهم مع بعض هيقدروا عليه. واهم حاجة هي انهم ما يتفرقوش عن بعض عشان ما يصطادهمش بسهولة. وخاف جاك وسابهم يروحوا لوحدهم ويستخبى في البيت. وانقسمت أليس عن الشباب لانها سمعت صوت توم، والسفاح بيستغل الصوت عشان يشدها ليه. ولقيته قدامها وهجم عليها. والشباب بيدوروا عليها وقعوا في فخاخ المهرج وما قدروش انهم يتحركوا، ولقوه قدامهم ومعاها أليس. وبالمنشار قدامهم هجم عليها وقسمها لنصين، وجريوا منه وهم عندهم مشاكل كتيرة بسبب الفخاخ اللي في الغابة. وجمعوا اي اسلحة يلاقوها معاهم عشان يحاربوا المهرج. وكلهم هيجروا لحد ما يوصلوا لطريق العربيات عشان يطلبوا المساعدة. بالون والمهرج في مخبأه معاه الجثث اللي قتلها. والشباب بيجروا وتعبوا ومش لاقيين السفاح، وبيشوفوه كل شويه وهو مختبئ بين الشجر وبيتلاعب بيهم. وبعد جري لفتره طويله في الغابه الكبيره هما مش قادرين يكملوا جري. ولقى مايكي وبلاك ان جاك وسوزان اختفوا، والمهرج خطفهم ومغمى على سوزان ورابط جاك وهيلعب معاه بالسكاكين. وزهق من اللعب معاه وسابه وهيودي سوزان لمخبأه. وساب جاك لوحده مربوط في الغابة وهيبقى يرجع له بعدين مع باقي أصدقاء جاك. وهيسيب شارلي سوزان في المخبأ وهي مغمى عليها وهو حاسس إنه عارفها. وهيروح يصطاد باقي الشباب لحد ما سوزان تفوق. ومايكي وبلاك لقوا جاك وراحوا يحرروه. ولقوا المهرج ومايكي راح يحاربه ولكنه لقاه اختفى. وراح لبلاك وهجم عليه وقطع راسه وما قدروش عليه. وجاك ساب مايكي وجري والمهرج اختفى. ولما فاقت سوزان حاولت انها تحرر نفسها، ولما حررت نفسها لقت نضارة شارلي ومتعلقاته من لما كان ساحر في الهالوين زمان. ولقت ايه السفاح وسألته على شارلي وقال لها ان هو شارلي. وحزينة انه تحول لسفاح بسبب تمثيلها انها ماتت بعد ما وقعت من على السلم زمان. وشارلي غاضب من تمثيلها لانها دمرت له حياته بسبب خوفه انها ماتت بسببه. وقبل ما يقتلها ظهر مايكي وهجم على شارلي واغمى عليه. ومايكي وسوزان
جريوا للهروب من الغابة، ولو السفاح اللي هجم على مايكي وقتله لانه كان بيأذيه زمان. وقبل ما المهرج يقتل سوزان للانتقام ظهر جاك وهجم عليه وانقذها، وانتقم جاك لاصدقائه بلاك وتوم واليس. ولما جريوا وصلوا للطريق ولقوا عربية ولكنهم مش هيركبوا فيها لانهم لقوا 2 مهرجين في العربية، وهم دلوقتي بسبب اللي مروا بيه هم مش هيأمنوا لأي مهرج، والمهرجين مستغربين منهم وممكن تكون دي هي اخر عربية هم هيلاقوها على الطريق. ولكن جاك وسوزان شكروهم وهم هيكملوا الطريق ماشي على رجلهم. والسفاح المهرج شارلي خد كل الجثث ومخبيها معاه في مخبأه تحت الارض ومستعد لدخول اي حد في الغابة عشان يقتلهم. وتحول شارلي من ساحر الى مهرج لطيف بيقتل في البشر. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص، وفي الوصف هسيب لكم روابط لأفلام أكتر.